يعني هنحط على الشاشة كمان صورة الشهيد محمد حسين قرني اللي قال لنا اسمه دكتور محمد سلطان رئيس الإسعاف اللي عثر عليه وبطلق ناري في صدره وهو عمره 23 سنة. محمد حسين قرني توفي اليوم أو الليلة في أحداث الاتحادية وفي محيط الاتحادية. أرجو زملائي يرفعوا الصورة من على الشاشة احتراما يعني لم نتوقع انها تكون موجوده لهذه الفتره الطويله. سنتعرف على الظروف ايضا لان هناك احد شهود العيان او في حد من اللي تابع الموضوع دوت ولديه تفاصيل عنها. لكن اضعك على الخط معانا. لا انا يعني مش هقفل المكالمه، انا هضعك على الخط معانا ومعنا الصحفيه الاستاذه نانسي عطيه التي كانت تعرف الشهيد محمد حسين قرني ورافقته او رافقت جثمانه في سياره الاسعاف اللي اخذته للمستشفى. استاذه نانسي، ارجو اعرف منك التفاصيل او الظروف والملابسات اللي حدث فيها هذا الحادث المأساوي والمؤسف جدا. ايوه يا استاذ حافظ، تعزينا. احنا كنا في هو محمد كنا جايين من مسيره الصبح من مسجد النور بعد الاشتباكات اللي حصلت بين الجيش والمتظاهرين قدام باب القصر. طلعنا قدام شويه ناحيه كافيه اسمه كوستا هناك واخد ناصيه. المهم ابتدى الضرب يبقى شديد جدا، ابتدوا بخرطوش، ابتدوا برصاص حي لدرجه ان الاهالي في المنطقه كانوا بيستغيثوا وبيصوتوا لان الرصاص كان بيخش في الازاز يكسره. وفوجئنا واحنا واقفين ومحمد في وسطينا، ضابط نزل من عربيه وقف قدامنا الناحيه الثانيه من جهه شريط المترو المقابل للناحيه الثانيه. فوجئنا ان هو بينشن علينا واحنا واقفين، فبنجري عشان نلحق اللي واقفين. لقينا محمد ضرب رصاصه جت في رقبته ورصاصه الاخرى في صدره من الجهه اليمنى بس، وتوفى في الحال واحنا عند المستشفى. كان في ايده حاجه يعني ابدى اي شكل، كان يبدو كانه هيرمي شيء، يعني ايه الظرف اللي كان هو بيعمل ايه؟ احنا كنا بنجري، احنا ما كناش عارفين نقف، احنا كنا بنجري، وقفنا شويه عشان ناخد نفسنا من الغاز. وقع وهو في وسطينا يا استاذ حافظ، والله العظيم ما لا كان عند القصر ولا كان عند اي حاجه، ما كانش فيه اصلا ان هم بيجروا الناس لحد اول الخليفه المأمون. كان الضرب مش طبيعي، كميه الخرطوش والرصاص الحي اللي بتضرب. بقول لحضرتك الناس كانت بتصوت في البلكونات بتاعه العماير بتستغيث عشان الرصاص الحي بيخش عندها في الشبابيك. طيب استاذه نانسي، أنا طبعا لن أستطيع أن أضع مرة أخرى صورة المرحوم لأن ما عنديش صورة أخرى ليه بشكل فيه كرامة المتوفي، لكن كلمينا عن محمد حسين قرني. محمد كان شاب رائع مشارك في الثورة من يوم 25 يناير، وكان بينزل وكان عنده حلم. كان حلم والله العظيم يا أستاذ حافظ، احنا فتحنا البنطلون بتاعه وهو غرقان في دمه واحنا في الإسعاف بنحاول ننقذه، دمه كان بيطرطش على هدومنا. بنفتح البنطلون بتاعه يا أستاذ حافظ لقينا مكتوب ورقة بيقول إذا استشهدت نفسي في جنازة تتعمل لي زي اللي اتعملت مع جيكا. داخل النهارده عند قصر الاتحادية وهو شايل البانر بتاع جيكا وبيهتف باسم جيكا. كان كل امله انه ما يشوفش عواجيز في السلطه ويشوف الشباب اللي زيه. يعني كان بيكلمني يقول لي قبل ما يدخل على طول، كان بيقول لي يا نانسي انا حلم حياتي ان انا الاقي الشباب اللي زينا هم اللي قاعدين على الكراسي، هم اللي بيحكموا. وانا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا عايزه اقول لحضرتك مفيش حد ما بيتمسكش، مفيش حد ما بيتضربش. الضرب عشوائي، هم ما بيميزوش. وحضرتك ما تقوليش ارجوك ان هم بيضربوا على الناس العام ولطوف. الكلام ده عبثي. انا جوه المشهد وشايفه اللي بيحصل. من شويه احنا جالنا دلوقتي فيديو بيسحلوا الناس في الاتحاديه، بيعروا الناس وبيضربوا الناس. ده اي نظام؟ احنا بنتعامل مع اي نظام؟ النظام ده سقط من اول قطره دم نزلت عند قصر الاتحاديه، فالنظام ده سقط. وانا واحده باسمي، يعني انا دلوقتي مش بتكلم ان انا صحفيه، انا دلوقتي بتكلم ان انا مواطنه ومشاركه، وهنزل واهتف ضد النظام واهتف ضد القهر الداخليه واهتف ضد التعسف اللي بيحصل. احنا جالنا اخباريه ان كانوا ساعتها بيقولوا ان مرسي في القصر، بعديها على طول 8 مدرعات اتجهت قدامنا بتضرب بشكل عشوائي وخرطوش ورصاص حي. يعني انتوا بتقتلوا مين؟ انتوا بتقتلونا عشان انتوا تقعدوا فيها. الشباب بتموت يا استاذ حافظ، والشباب اللي لا هي حافيه ولا هي ده شاب. ده محمد ده في كليه تجاره، في رابعه كليه تجاره، وكان شغال وكان بيشتغل
ومحترم وابن ناس ومتربي، وايا كان حتى لو واحد حافي ماشي في الشارع، دي روح. النظام ده سقط واحنا كلنا مكملين باذن الله باذن الله، واحنا اصحاب محمد، وحقك مش هيضيع يا محمد، وحق كل الشهداء اللي راحوا مش هيضيع، واحنا مكملين. شكرا يا استاذه نانسي وتعزينا.